يوم حيوانات كتير بتتعرض للصعق الكهربائي ومن غير أي تحذيرات تحميها من الخطر ده. في الفيديو ده هتشوفوا مواقف صادمة لحيوانات واجهت الكهرباء من غير ما تفهم خطورتها. تابعوا معايا للنهاية علشان تشوفوا قد ايه الموضوع مؤلم ومؤثر. أنا محمود المغربي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. ده من أكتر المواقف المؤلمة اللي ممكن تشوفها. الكلب ده كان واقف عند المية والكهرباء كانت واصلة من العمود للمية نفسها. خش على الكهرباء، خش على الكهرباء، خش على الكهرباء. أول ما لمسها الكهرباء سحبته واتكهرب بطريقة صعبة جدا. والأصعب من كده إن الشخص اللي شافه كان واقف وبيتفرج وما حاولش يبعده عن الخطر. القرد ده هرب من حديقة الحيوان، وفي اللحظة اللي رجال الإنقاذ كانوا بيحاولوا ينقذوه علشان ما يعرضش نفسه لصعقة كهربائية، كان القرد خايف جدا. وعلى الرغم من كل المحاولات للأسف اتعرض لصعقة كهربائية قوية جدا. العمود فجأة عمل ماس كهربي وبدأ يصعق الماعز اللي حواليه بقوة لدرجة إن شد الماعز ناحيته، لكن لحسن حظهم ظهر شخص في آخر لحظة وأنقذهم قبل ما يحصل الأسوأ. القرد ده كان بيتعالج في عيادة بيطرية لكنه هرب من الدكتور وفضل يتنطط على أسلاك الكهرباء، وفي الآخر خد صعقة كهربائية جامدة، حاجة كده مؤلمة جدا. القرد ده في لحظة كان بيتحرك جنب الأسلاك الخاصة بالقطار الكهربي، وفجأة أخد صعقة كهربائية قوية جدا. الغريب في الموقف إن بعد ما وقع القرود كلها اتجمعت حواليه علشان تساعده يفوق، لكن للأسف الموضوع انتهى بشكل مؤلم. يا الله على الصعقة الكهربائية اللي خدها القرد ده. الماعز دي خدت صعقة كهربائية خلتها حرفيا مش عارفة هي رايحة فين ولا جاية منين. الماعز في لحظة عدم إدراك إن في كهرباء في السياج اتعرضت لصدمة كهربائية قوية خلتها تتشقلب في لحظة. شغف وحب الاستطلاع عند القرود أحيانا بيدخلهم في مواقف خطيرة زي القرد ده اللي أخد صعقة كهربائية علمته درس مهم، إن مش كل حاجة قدامه ينفع يلمسها. بسبب المية اللي بتتجمع حوالين الأعمدة الكهربائية وقت المطر بيحصل ماس كهربي خطير، وفي لحظة قربت البقرة ناحية العمود الكهرباء مسكت فيها وبدأت تشدها ناحيتها، لكن لحسن الحظ الشخص ده وصل في الوقت المناسب وقدر بذكاء يبعدها عن الكهرباء وينقذها. الكلب ده وهو بيعدي من تحت السياج في لحظة واحدة خد صعقة كهربائية. القرد الصغير ده كان بيلعب وعنده فضول يقرب من الأسلاك، أول ما لمسها خد صعقة كهربائية خلته يندم ومش هيفكر يعمل كده تاني. شوفوا هنا رد فعل أبوه وأمه على اللي حصل. مجموعة من الباحثين قرروا يعلقوا الغزالة دي ويشحنوها بالكهرباء علشان يختبروا ذكاء الحيوانات ويشوفوا رد فعلهم. الدب ده رغم انه كان بيتكهرب في كل مرة بيحاول يقرب منها ما استسلمش، وبعد يوم كامل من المحاولات الدب اكتشف ان المولد هو سبب الكهرباء، فبذكاء عطل المولد وفاز بالتحدي وخد الغزالة في الاخر. بالهنا والشفا يا كبير. القرد ده كان بيتحرك على الاسلاك الكهربائية واللي عادة بتكون معزولة في الاماكن دي، لكن للأسف لما وصل عند العمود كانت الأجزاء دي غير معزولة فتعرض لصعقة كهربائية قوية جدا. القرد الصغير ده كان بيلعب على الأعمدة الكهربائية لكن فجأة اتعلق في الأسلاك، وفي اللحظة دي أخد صعقة كهربائية قوية ووقعته على الأرض. والمفاجأة الكبيرة إن كان لسه عايش بعد الصدمة القوية دي. للأسف القرود بتتعرض لخطر الكهرباء بسبب وجودها الدائم على الأسلاك. في اللحظة دي قرد تعرض لصعقة ضعيفة لكن رجال الإنقاذ قدروا يتدخلوا في الوقت المناسب وينقذوه. التعبان ده كان فاكر نفسه هيعدي السياج بسهولة، لكن أول ما لمس السلك خد صعقة كهربائية محترمة، والمفاجأة إن شكله مش ناوي يتعلم من الدرس. الدب ده دلوقتي على وشك ياخد صعقة كهربائية هتخليه يفكر 1000 مرة قبل ما يقرب من هنا تاني. طبعا احنا متعودين ان القرود هما اللي دايما في مواقف زي دي، لكن المرة دي الموقف مختلف تماما، والبطلة هنا هي القطة المسكينة. للأسف القطة تعرضت لصعقة كهربائية قوية جدا.
السياج ده للأسف كان متوصل بالكهرباء، وأول ما الماعز الصغير قربت منه بدافع حب الاستكشاف أخدت صعقة كهربائية خفيفة. الطيور دايما معرضة للصعق الكهربائي. الطائر ده فجأة أخد صعقة في لمح البصر. الشخص اللي كان بيطمن عليه اكتشف انه تعرض لصدمة كهربائية بسيطة، لكن لحسن حظه قدر يفوق ويطير مرة تانية. الكلب ده ما كانش عارف ان السياج اللي قدامه متوصل بالكهرباء، وفجأة الكلب أخد صعقة كهربائية شديدة جدا. الصدمة كانت قوية لدرجة ان الحمار اللي كان واقف جنبهم ما قدرش يمسك نفسه من الضحك. بصراحة التعبان اللي قدامكوا ده هيجرب دلوقتي صعقة كهربائية هتخليه يفكر كتير قبل ما يطلع تاني في المكان ده. الفيل بالنسبة لي هو الملك الحقيقي للغابة. بصوا هنا هتشوفوا ازاي بذكاء قدر يختبر السياج علشان يتأكد ان في كهرباء ولا لأ، واول ما اكتشف وجود الكهرباء شوفوا عمل ايه بحركة ذكية جدا علشان يقدر يعدي السياج بمهارة وذكاء يحسد عليه. الكلب ده شكله كان لسه جديد في المكان وما كانش يعرف ان السياج فيه كهرباء. في لحظة اخد صعقة كهربائية هتخليه دايما يفتكر السياج ده وكل خطوة ليه قدامه بعد كده. البقرة الصغيرة دي هتاخد صعقة بسيطة تعلمها ما تقربش ناحية الحاجة دي تاني. الكلب ده وهو بيحاول يدخل المزرعة ما كانش عارف ان السياج فيه كهرباء، فاخد صعقة كهربائية اكيد مش هتخليه يفكر يدخل هنا تاني. الخنزير الصغير ده فضوله وشغفه خلاه ياخد صعقة كهربائية محترمة. دايما بقول ان الدب ذكي جدا رغم شراسته وقوته وضخامته. شوفوا هنا عمل ايه لما صاحب المزرعة حط سياج حواليها. الدب شغل دماغه وفضل يحفر في الارض لحد ما دخل من تحت السياج. يا ابن اللعيبة، ايه الذكاء ده كله؟ اكيد اخدت صعقة كهربائية قبل كده. الكلب المسكين ده هياخد صعقة بسيطة علشان ما يفكرش يقرب ناحية اي سياج بعد كده. التعبان ده اول ما حاول يعدي سياج خد صعقة كهربائية علشان يتعلم يبطل يقرب منه، بس دماغه جابته تاني علشان يحاول يعدي، فخد واحدة اقوى من اللي قبلها. القطة دي كانت متعلقة على عمود كهرباء، وفي لحظة لما الناس حاولوا يساعدوها وينزلوها فجأة أخدت صعقة كهربائية شديدة جدا. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي بقضيها معاكم بتكون من أجمل وأحلى الأوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. وياريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشوف باقي الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.